السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إكرامي العيدي في حلقة جديدة. ألف مبروك فوز الأهلي على الرجاء. فوز لحد ما مطمئن في أسبوع أهلاوي. طبعا بداية يعني نقول أسبوع أهلاوي لأن الأهلي يمكن يوم الخميس اللي فات كسب الزمالك، فتيات الذهب. في الاهلي الباسكت في الطايره كسبوا الزمالك وخدوا الدوري، رغم اللي عمله الزمالك واللي يمكن انهى موسم الزمالك كله كان السبب في الخمس بنات اللي خدهم. لكن مع ذلك فتيات الذهب ردوا وقدروا ياخدوا الدوري من الزمالك. في نفس اليوم كان فتيات الاهلي برضو في اليد بيفوزوا على الزمالك في الكاس. قبلها بيوم يمكن يوم الاربع الاهلي كان بيفوز على الزمالك في الباسكت فوز معتاد على الزمالك وبياخد منه الكاس. قبلها كان الاهلي وبياخد كاس اليد من سبورتنج وكان كسبان الزمالك في قبل النهائي، وقبلها كان كسب الزمالك في اليد وخد دوري وكاس يد. فاسبوع اهلاوي بامتياز يعني الحمد لله، ويا رب يكتر افراحنا على راي صفاء والسعود بما اننا في ايام العيد يعني. فوز مطمئن وفوز هام جدا للاهلي. النهارده الاهلي بيفوز على الرجاء 2-0. النتيجة تعتبر من أفضل النتائج يمكن في جولة الذهاب من مباريات النوك أوت في جولة في الدور الثمانية. يمكن أحسن نتيجة طبعا مولد سان داونز اللي كسب شباب بوليسداد في الجزائر 4-1، وكأنه الملعب من نيلسون مانديلا فاعتبر إن هو بيلعب على أرضه. كسب 4-1. بعدها يمكن كانت نتيجة الترجي اللي قدر يكسب شبيبة القبائل في الجزائر أرضا أيضا 1-0. بعدها بتيجي فوز الأهلي على الرجاء 2-0، وأخيرا هزيمة الوداد، مش هنقول فوز سيمبا يعني هزيمة الوداد 1-0، لأن عنده فرص كبيرة في إنه يعوض. أعتقد يعني فعليا شباب بلوزداد خرج، وبالنسبة لفوق 90% برضه شبيبة القبائل خرجت. فوز هام طبعا زي ما قلنا الاهلي ان شاء الله بيضع قدم يعني في قبل النهائي، وان شاء الله هيقابل الترجي. مباراة كانت هامة طبعا زي ما قلنا من مارسيل كولر اللي بدأ تشكيل المباراة بالشناوي في حراسة المرمى. على يمينه كان هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. في الوسط كان مروان وديانج والسولية. يعتبر كانت مفاجأة ليا ان انا كنت متوقع ان حمدي هيبدأ المباراة. وفي الهجوم كان بيرستاو وكهربا والشحات. زي ما قلنا يمكن المفاجأة الوحيدة بالنسبة لي كان لعب ديانج على حساب حمدي فتحي يعني. مباراة كان برضو يعني الرجاء فاجئ الأهلي بالضغط في أول المباراة. بدأ أول المباراة ضاغط على الأهلي وكاد ينجح إنه يجيب جون بالفاول اللي النهيري لعبه. للأسف الحيطة يعني، رغم إن الحيطة كانت موجود مسافة كبيرة يعني، كانت المباراة الفاول على حدود 30 ياردة او 31 ياردة حاجه كده. ورغم ان الشناوي طلب 4 لعيبه، لكن للاسف الكره بتلعب تاو ساب الحيطه ومشي، فساب مكان يعني. في الكره كانت هتخش جون لولا براعه الشناوي يعني اللي طلعها ركله ركنيه. وفي اخر الشوط او في منتصف الشوط كمان كان اسمه ايه ازريدا كان هيحرز هدف من انفراد تام يعني. مش الشناوي قدر الشناوي برضه ينقذه. يمكن يعني قلنا زي ما قلنا الرجاء كان بادئ ضاغط لسبب يعني يمكن احنا شفناه بعد كده، وهو ان الرجاء واضح ان عندهم مشكله في اللياقه البدنيه يعني. فهم كانوا بادئين ضاغطين عشان يجي يلخبطوا الاهلي ويجيبوا جون يبقى خلاص بقى يرجعوا يدافعوا، وحتى لو اتغلبوا اتنين او حاجه يبقى عندهم جون يرتكزوا عليه في المباراه الثانيه يعني. لكن الحمد لله ما نجحوش يعني في كده. الاهلي قدر في اخر الشوط الاولاني محمد عبد المنعم انه يحرز هدف في وجود حكم يعني هو سيء لحد بعيد يعني. مش عارف- مش يعني الاهلي على الاقل ليه ضربه جزاء في كره جت في ايد المدافع بتاع الرجاء. هو بيوطي الكره جت في ايديه واضحه جدا يعني، ما حسبهاش، وحتى الفار ما اتدخلش. الالتحامات كلها او ما فيش التحامات، مش التحامات يعني بيحسبها الرجاء.
آم، لكن غير كده يعني هو ما كانش في حاجه مؤثره، او يعني هو ضربه الجزاء طبعا اكيد مؤثره، يعني كده تفرق معاك ضربه جزاء في المباراه. مع الشوط الثاني طبعا بدأ الاهلي طبعا نزل الشوط الثاني كسبان 1-0، وشفنا الرجاء بيقع بدنيا بشكل كبير جدا من الدقيقه 70. زي ما الرجاء مش قادر يجاري الاهلي، وكان حالته صعبه جدا يعني بعد الدقيقه 70 الاهلي تفوق تماما على الرجاء. تغييرات الاهلي طبعا الاهلي عمل 5 تغييرات او في ال3 فترات، يعني بدايه من نزول حمدي فتحي ومحمد شريف بدل كهربا اللي ما كانش ليه تواجد كبير في الملعب، وتاو او مش تاو، ديانج اللي كان سيء جدا في الشوط الاولاني. مش ديانج، السولية، اسف، السولية. وكان ده مفاجأة ليا كمان تانية، لان انا كنت متوقع ان ديانج يطلع. المفاجأة الاكبر لما نزول حمدي فتحي ديانج بدأ يفوق وبدأ يلعب حلو، بدأ شكله اتغير جدا في الماتش بعد ما طلع السولية طبعا عامل السن فارق معاه قوي، ان واضح انه مش هيقدر يكمل المباريات يعني لاخرها. التغييرين التانيين كان نزول كان في تغييرين تانيين. كان نزول هو اخر تغيير كان خالد عبد الفتاح بدل كان خالد عبد الفتاح اخر تغيير بدل الشحات. كان في تغييرين تانيين مش فاكر مين اللي نزل. عموما يعني الاهلي قدر بعد كده في نهايه المباراه بعد نزول حمدي فتحي قدر يسجل الهدف الثاني، والهدف اللي ادى اطمئنان كبير جدا للاهلي. وان شاء الله زي ما قلنا الاهلي وضع قدم في البطوله باذن الله. ان شاء الله التوفيق للاهلي باذن الله في المباراه الجايه، اللي اعتقد انها تكون اسهل من المباراه دي، مباراه القاهره، لان هيبقى في ضغوط عليهم هم انهم طالبين يجيبوا جوان. واحنا شفنا يعني او مش شفنا، زي ما سمعنا يعني ان الرجاء في اخر مباراتين في الدوري ما بيعرفش يجيب جوان، رغم عندهم حمزه خابه مهاجم خطير جدا. لكن اعتقد في وجود ان انت بتدافع هيبقى اسهل ان انت تتعامل معاه. عبد الله الحفيظي اكيد هيبدا المباراه الجايه، لعيب خطير، بس برضه اعتقد وجود مروان ممكن يقفل يعني معاه ورا. وان شاء الله باذن الله يوم 29 هنهني بعض باذن الله بالوصول لقبل النهائي. ومقابله الرجاء اللي اعتقد ان هو خصم مش صعب يعني. اعتقد الخصم الوحيد اللي هيكون صعب لينا ان شاء الله هيكون صن داونز باذن الله من قبله في النهائي. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم.